الولد دوت اسمه ويل. اول يوم ليه في المدرسه الثانوي، بس مش زي اي مدرسه ثانوي، مدرسه لاصحاب القوى الخارقه. ووالده عنده قوه خارقه ووالدته بتعرف تطير، ويعتبر والده ووالدته اقوى اتنين على الكوكب. بس هو على الله حكايته، ما عندوش اي قوه خارقه خالص، ومفهمهم انه بطل وجامد. ونزل يقابل صاحبته ليلى عشان يروحوا المدرسه، وركبوا الباص واتجهوا على المدرسه. بما انها اسمها سكاي هاي فهي في السكاي، وابتدوا يشوفوا الناس اللي زيهم اللي عندهم قوه خارقه ويتعرفوا عليهم. بعد كده جت البنت ديت واسمها جوان، وجت عشان ترحب بيهم، وهي كنافه بالمانجا في نفسها. مش كده يا ويل يا ويل. وبعد كده دخلوا عشان الاختبارات، ودي اختبارات عشان يفرقوا بين اللي عندهم قدرات قويه ودوت بيبقى بطل، واصحاب القدرات الضعيفه بيبقوا مساعدين. وابتدى بالواد الكوكو دوت، بس ما طلعش كوكو وقدر يشيل العربيه وبقى بطل. الواد اللي بعده اسمه زاك، قال للمدرب اتفرج عليا بص هفاجئك. بعد كده المدرب بيقول له ايوه هي فين قوتك؟ زاك قال له منور. قال له بنورك فين قوتك؟ قال له انا منور. قال له طب مساعد. بعد كده الولد دوت بيدوب، قال له عشان انت دبت في قلبي فانت مساعد. والولد دوت عنده قدره مقرفه، قال له مساعد. والولد دوت بيقدر يغير شكله، قال له بطل. والبنت دي تتحول لهامستر، قال لها مساعده. وبعد كده جه الدور على ليلى، قالت له ان هي بتحب تحتفظ بقوتها للوقت المناسب، وما بتحبش يظهرها غير في الوقت المناسب. قال لها بجد؟ طب مساعده. بعد كده جه الدور على ويل. المدرب قال له عندك قوه خارقه زي بابا صح؟ وحدف عليه العربيه. قال له انا ما عنديش قوه خارقه اصلا. قال له ما تتوضعش، يبقى بتطير زي امك. وراح مطيره. قال له انا بقول لك ما عنديش قوه خارقه خالص. قال له يبقى انت مساعد. بعد كده راح للدكتوره، والدكتوره قالت له لو والدك بس او والدتك بس يكونوا عندهم قوه خارقه، جيناتك بتاخد من والدك او والدتك، ويكون انت كمان عندك قوه خارقه زيهم. لكن لما يكونوا من اب وام خارقين انت ممكن ما يكونش عندك اي قوه خارقه. بعد كده روح البيت واهله كانوا فخورين بيه جدا. ما عرفش يقول لهم ان هو بقى مساعد، وباركوله. ووالده خده على المكان السري بتاعهم، ما كانش عارف يقول لهم ازاي. ووالده خلاه يشوف السلاح اللي خده من اقوى عدو ليه، ودوت سلاح بيحول الناس لاطفال. وقال له في يوم من الايام هتحط الاسلحه بتاعت الناس اللي انت بتواجههم هنا. ما رضاش يكسر فرحته، وكان قاعد بالليل وليلى طلعت بتتحكم في النباتات، وطلعت له على شجره، وقالت له ان هو المفروض يقول لوالده انه ما عندوش اي قوه خارقه وانه مساعد. قال لها ان والده فخور بيه جدا وما يقدرش يقول له حاجه زي كده. وراح المدرسه وبقى يحضر حصص المساعدين ويتدرب معاهم، وحس انه واحد منهم وحبهم بجد. وبعدين الاتنين دول حبوا يرخموا عليه، وبعد كده وقعوه قدام واحد ابو ويل سجن ابوه، وتعاركوا مع بعض. والولد دوت اسمه وان بيس، كان هيضرب اصحاب ويل، وعشان يدافع عنهم اكتشف قوته الحقيقيه وشاله هو والترابيزه من على الارض. بعد كده وان بيس كان جاي عشان يضربه، فتح في وشه طفايه الحريق. بعد كده روح البيت فرحان جدا وخد باب البيت معاه، وهو داخل امه وابوه كانوا مستنيين، وقال له ان المديره اتصلت وقالت على اللي حصل في المدرسه. وقلبه خده ونزل بيه على المكان السري وحضنه وقال له قول لامك اللي انا هزقتك. بعد كده ويل جاله جواب ان هو هيتنقل لفصل الابطال، واتنقل ودخل لقى جوان هناك واتعرف عليها، وخدته وراح يتعرفوا على اصحابها. واصحابه حبوا يقعدوا معاهم ما رضيوش، وشاف نفسه على اصحابه وقرب من جوان جدا، بس هو برضه بيحب اصحابه وبيدافع عنهم. وفي يوم جوان راحت له البيت عشان تساعده في المذاكره. قالت له امك مسافره وابوك مسافر. طب ايه؟ قال لها ايه؟ قالت له نعمل حفله بقى. قال لها ماشي، وعزمت كل الناس اصحابها. والحفله كبرت قوي، وقال لها انا قلت لك على الضيق. قالت له ايه ده انا زعلتك؟ طب تعالى صالحك. واخدته على المكتب عشان تصالحه، ودخل عليهم الواد دوت. قالت له ما عندكش حته نقعد فيها لوحدينا؟ راح منزلها المكان السري بتاع والده، وفي حد جه من وراهم وخطف السلاح بتاع والده. بعد كده لما طلعوا ليلى جت، وجوان واصحابها ابتدوا يرخموا عليها وقالوا لها ان ويل مش عاوزك، وهي خرجت. وويل شافها وفركش مع جوان. ابوه وامه جم وفركشوا الحفله وكرشهم كلهم بره. وكان في حفله في المدرسه لتكريم الابطال، والد ووالده ويل هم اللي هيستلموا الجايزه، واللي هتسلمهم الجايزه هي جوان. وهي بترحب بيهم بتسلمهم الجوائز، طلعت هي نفسها الشخص اللي كان بيحارب والد ووالده ويل، والمساعد بتاعها حولها لطفل ورباه. وهي استخدمت الجهاز على كل اللي موجودين وعندهم قوه خارقه عشان تتحكم فيهم، ولما يكبروا يكون عندها جيش من الابطال الخارقين. وويل جه وابتدى يتعاركوا مع بعض، وهي استخدمت قوه البدله بتاعتها عشان تضربه. هما بيتعاركوا، ضربته ضربه وطيرته بره المدرسه ووقع بره. بعد كده طلع تاني واكتسب قوه امه الطيران، وقدروا يمسكوها هي والمساعدين بتوعها. والمدرس بتاعهم العبقري دوت رجعهم تاني كبار زي ما كانوا. وويل خد ليلى وراحوا يطيروا على جنب. وان بيس لقى بنت الحلال اللي تنفعه، وانا وانت واصحابهم قاعدين نتفرج عليهم. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لي اشتراك وتحط لي لايك عشان يدعمنا نستمر. سلام.